ازاي حولت الجيبة بتاعتي القديمة لشنطة في منتهى الجمال والشياكة. طلعت قطعة القماش دي من الجيبة، طولها متر في نص متر، وتنيت الأحرف بتاعتها كلها حوالين داير تنيتين جوه بعض. شلتها على جنب وجبت قطعة القماش الفوشيا دي الصغيرة، تنيت الأحرف بتاعتها كلها من بره ومن جوه بالشكل ده. بعد ما هخلص الأحرف بتاعتها كلها هقفلها، هتنيها نصين كده بالطول، وهقفل جنب واحد اللي هو الجنب اللي بالطول ده، وهسيب الجنبين الصغيرين دول مفتوحين. هتشوفوا شكل القطعة اللي انا عايزاها بالشكل ده. بصوا عاملة زي الجراب كده مفتوحة من الناحيتين. القطعة القماش الكبيرة هكشكشها بالشكل ده، وهبدأ ادخلها في القطعة الصغيرة بالطريقة دي. هحط القطعة الفوشيا دي في نص القماشة بالظبط، وهجيب الجنبين بتوع القماشة الابيض في الاسود، هطبقهم على بعض، وهقفل الجنبين اللي انا ماسكاهم بايدي دول لحد هنا بس، يعني مش هقفل لفوق لحد اليد، لا هقفل حوالي شبر كبير كده. تمام، او اكبر من شبر بصباعين ولا حاجه لو انت ايدك صغيره زي حالاتي كده. يلا نقفل الجناب، مش هياخدوا مني دقيقه. هقفل الجنبين بالشكل ده. على فكره الطريقه دي او الفكره ممكن تعمليها بخياطه على ايدك، بس تخلي الغرزه بتاعت الابره صغيره لو انت يعني ما عندكيش مكنه، وعلى فكره مش هتاخد منك وقت كبير. كده انا قفلت الجنبين. تعالوا بقى الخطوة اللي بعدها. انا بطأت الفيديو حاجة بسيطة خالص علشان تشوفوا الخطوة دي كويس، لان دي اللي بيعتمد عليها فكرة الشنطة كلها. بعد ما قفلت الجنبين، هجيب بقى القاعدة من تحت كده، وهفتحها بالشكل ده بالعكس، يعني مش هقفلها على العدلة كده، لا هعكسها بالشكل ده وهخيطها من تحت. انا بما اني تانيها تانيتين على بعض، فمش هحتاج ان انا اقلبها ولا اعدلها، انا مظبطاها جدا، الاحرف بتاعتها كلها نظيفة وزي الفل، يعني القماش مش هيناسل ولا يبقى شكله وحش معايا. هعمل خط المكنة او الخياطة على الحرف بالظبط، وبكده ابقى خلصت الشنطة. طبعا الفكرة سهلة وجميلة ومتينة، وبتاخد حاجات كتير كويس قوي. لو انتي ام وعندك بيبي او بتحطي غيارات او حاجات كتير، هتحتاجي شنطة زي كده جدا جميلة قوي للمصايف للخروجات. ممكن كمان تعمليها من الجنس، هتبقى روعة روعة. انتي وابداعاتك، خدي فكرة الشنطة الاساسية واعمليها بالقماشة او بالذوق اللي انتي حباه. انا اديتك الفكرة وعليك التنفيذ. استنوني في الفكرة الجاية.